برضه مش عارفين، لسه برضه مش عارفين مين اللي بيخرب وبيخلق الفتنة، لسه برضه بتسمعوا الكلام وتصدقوه اي كلام. مش عايزين حد يملى ودنا، عايزين نتحقق من كل كلمة، عايزين نعرف فين مصلحتنا. نسمع شبكة تاني ودنه فيها ايه ومالوها له بايه وهيقول لنا ايه. لا الله باشا، انا مش عارف يا باشا الناس دي بتبص لنا في اللقمه اللي بناكلها ولا ايه يعني بصراحه. احنا اللي كنا بنقوم الاول بعمليه الضرب والحرق والكلام اللي انتوا عارفينه ده، وبعدين اتحشروا لنا فيها بقى، حشروا فيها الناس ام الدقون دول اللي بيقولوا عليهم سلفيين. ايوه شباب، ايوه اللي بيقولوا عليهم سلفيين. هم على فكره مش عارفين ينيلوا حاجه اساسا، يعني من الاساس هم مش عارفين ينيلوا حاجه خالص. والله العظيم يا باشا زي ما بقول لك كده. هم هيعملوا ايه ده؟ اللي بيعملوه ده هيرجع لنا المباحث من اول وجديد، المباحث المستمريه بتاعت زمان، كهرباء ده واعتقالات ومادة على الرجلين، وهتبقى ليله سودة، ليله سودة يعني. وبعدين مش هم دول اللي قالوا في الاول ان اللي ما يوطيش قفاه يوطي قفاه يسمع كلام الحكومة وما يقولش لا ابدا يخش النار. طب وبعدين؟ ومش هم برضو اللي قالوا ان اللي ماتوا في الثورة، الناس الياما دي اللي كانت بتمشي دي بيقولوا عليها ثورة، الناس اللي ماتوا فيها مش شهداء؟ طب امال ايه؟ امال ايه بقى فهمني انت يعملوا كده ليه؟ هو في حد متفق معاهم يعني؟ طب لو حد متفق معاهم نعرف عشان احنا كمان نتفق. امال ايه؟ يعني ياخدوا لقمتنا ويجروا؟ الله، هم كده عايزين يقلبوا لنا الدنيا وخلاص. طب ما احنا نروح ناخد ونقلب احنا كمان، هو احنا شويه؟ احنا رجاله قوي. ولا هم يعني عاوزين يشنككوا لنا دماغنا وخلاص؟ قول يا باشا. السلفيين هم دولة مربط الفرق. فاكرين زمان لما كانوا بيخوفونا بالاخوان المسلمين؟ هم دلوقتي بيخوفونا بالسلفيين. السلفيين انا مع الاخ شبطة لما كان بيقول انهم قالوا اللي ما يتضربش على قفاه وما يقولش لا يخش النار. بمعنى تاني ان هم حرموا الخروج في المظاهرات ايام الثورة، وحرموا الخروج على الحاكم. بمعنى ان هم كانوا عاوزيننا ان احنا نبقى في ذل ومهانة. يعني بمعنى اصح، وفي حاجة اكبر من كده قبل ما اكمل، في حاجة اكبر بكتير، ان هم في الوقت ده افتم ان اللي بيموت في المظاهرات مش شهيد، ودي اكبر سقطة ليهم. بس مش معنى كده ان اي حاجة هنعلقها عليهم. هم مش من حقهم ان هم يحتفلوا بالثورة ولا يحتفلوا باي انجاز ليها. بس مش معنى كده ان احنا كل حاجة هنقول السلفيين. هو اكيد ما شافهمش بس سمع. بس احنا سمعنا دلوقتي من شبط البشاوي، سمعنا منه
مين اللي كان بيحرر؟ مين اللي كان بيدفع؟ مين اللي كان بيقول خرب واقتل واسرق؟ مين اللي عطاهم سلاح؟ مين موقعة الجمل؟ مين ميدان الشهداء في اسكندرية؟ مين اللي طلع المساجين من السجون وطلعهم زي الكلاب، زي ما قلت قبل كده، زي الكلاب المسعورة عشان تنهش في لحمنا كلنا؟ مين دول؟ لسه ما عرفناهمش. انا هقول لكم هم مين، انتوا اكيد عرفتوا. سلام. ضباط الشرطة الفاسدين ورجال الاعمال او كلاب الاعمال اللي تبع الحزب الوطني، هم دولت اللي بيلعبوا في البلد، هم دولت اللي بيخربوا في البلد، هم دولت اللي عاوزين الفتنة تولع، عايزين الفتنة تشتعل عشان البلد كلها تولع، عشان ما يبقاش فيه استقرار، لان هم مش هيعرفوا يشتغلوا والبلد مستقرة. دول زي الخفافيش، دول زي الخفافيش ما بيشتغلوش غير في الضلمة، لان شغلهم قذر، والقذارة ما تنفعش تبان في النور، القذارة لازم تكون في ضلمة، لازم تكون في ضلمة. عشان كده هم عاوزين البلد ما تبقاش مستقرة، عاوزين يخربهم في البلد، عايزين يخربهم في البلد، عايزين يقضوا على الثورة، الثورة اللي جابت لنا الكرامة، اللي جابت لنا العزة، الثورة اللي خلتنا بني ادمين رافعين راسنا، رافعين راسنا في بلدنا وبره بلدنا. دلوقتي على ضباط الشرطة الشرفة، ضباط الشرطة الشرفة اللي بيحبوا مصر، وعلى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء دكتور عصام، عليكم ان كنتوا تلموا كل الرؤوس دي، ان كنتوا تلموا الرؤوس دي عشان تحموا البلد، عشان تحموا مصر، عشان تحموا شعب مصر. احموا مصر من الفتنة، احموا مصر من الفتنة. ورسالة لكل مسيحي ومسلم، رسالة لكل مسيحي ومسلم، طول عمرنا اخوات، طول عمرنا اهل، طول عمرنا ساكنين جنب بعض. انا ماشي لحسن تحسب ان انا مقرف ولا حاجة، في البيت اللي جنبي والبيت اللي تحتي والبيت اللي في الشارع اللي قدامي، عمرنا ما حصلت ما بيننا خلافات غير في عصر مبارك. في عصر مبارك بس حصلت الخلافات، في عصر مبارك بس حصلت الفتنة. ده نظام، احنا عرفنا مين اللي كان بيفجر ومين اللي كان بيعمل. ليه دلوقتي نرجع نقول المسلمين هم اللي بيعملوا؟ ليه ما نتحققش؟ اوعوا مخ باشا، اوعوا كده باشا. مبارك عاوز كده. مبارك ممكن يكون مش شخص، مبارك اشخاص كتير. اذا كان في واحد منهم وقع، اللي كان بيرقص البلد في غيره كتير جدا. ما تخلوهمش يشمتوا فينا، ما تخلوهمش ينتصروا علينا، ما تخلوهمش ياخدوا الثورة مننا. ارجوكم يا مسلمين ويا مسيحيين، رسالة حب، رسالة حب. احنا اخوات، ايد واحدة. كنا في المظاهرات بنقول ايد واحدة، ايد واحدة، وعشان كده ما عرفوش يكسرونا. بعد دلوقتي هنتفرق، هيكسرونا وهيسرقوا الثورة. بس انا بقول لكم الثورة بتاعتنا مش هتموت. يا سلام، لان احنا عايزين باشا باشا. وليه يا رجال؟ سلام. اقول لك كلمتين، ما باشا تخليش باشا باشا. فكر واعي، اوعى اوعى